احتفل مطرب المهرجانات عصام صاصا بعيد الحب 2025 بعد خروجه من السجن، حيث قضى فترة عقوبته التي استمرت 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء قيادة السيارة. وبعد خروجه من السجن حرصت زوجته جهاد على جعل هذه المناسبة مميزة له، إذ قامت بتحضير مفاجأة كبيرة تعبر عن حبها ودعمها له في هذه المرحلة الجديدة من حياته. كانت المفاجأة التي أعدتها جهاد هي هدية فاخرة عبارة عن رحلة سفر خارج مصر، حيث أرادت أن تمنح عصام فرصة للاستراحة والتجديد بعيداً عن الأجواء التي عاش فيها خلال الفترة الماضية. وكان هذا بمثابة بداية جديدة لهما معاً بعد فترة من التحديات والصعوبات. كما قامت جهاد بنشر صورة رومانسية عبر حسابها على فيسبوك، حيث عبرت عن سعادتها بعودة عصام إلى حياتها. أضافت تعليقاً مؤثراً يعكس حبها الكبير له وامتنانها لعودته، متمنية له مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالنجاحات، وأن تكون هذه الفترة بداية لحياة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل. هذا الاحتفال يعكس قوة العلاقة بين عصام صاصا وزوجته جهاد، ويؤكد على أن الحب والدعم المتبادل يمكن أن يكونا من أقوى العوامل التي تساعد في التغلب على التحديات والصعوبات في الحياة.